اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد دائما أبدا، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الفائزين في رمضان. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا من عتقائك من النار. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى الصحبة الصالحة، أخباركم إيه؟ يا رب دايما في صحة وطاعة. أسئلة كتير جات لي. إزاي نصلي في البيت يا آمة، وإزاي نختم. أنا قبل كده كنت عاملة الفيديو أيام الوباء بتاع كورونا. الحمد لله رب العالمين. بس أنا برضو دلوقتي برضو ما بنزلش المسجد لسبب مرضي. يعني هو في كتير مننا اللي عنده أطفال، اللي عنده ظروف ما يقدرش ينزل المسجد، فهنقوله مع بعض نختمه ازاي في البيت التراويح، ونصلوها ازاي، وكمان التهجد. الفيديو متأخر شوية معلش غصب عني، بس هنقوله كمان التهجد ازاي نختمه فيه. تمام. احنا بنصلوا التراويح مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، وبيكونوا 8 ركعات. الجزء الواحد عشان تختمي فيه لرمضان كله بإذن الله. الجزء المصحف كامل بأمر الله فيه 30 جزء. تمام. في كام حزب؟ في 60 حزب. فاحنا لو احنا هنقروا كل يوم جزء بإذن الله هنختمه بإذن الله بأمر الله. في حاجات بتبقى متيسرة في القراءة وسهلة ويكون يعني يوم ما عندك اكلك عندك حاجه زودي، بحيث ان انت تيجي على يوم 27 تكوني ختمه باذن الله بامر الله. وكمان هناخدوا بالنا من ايام الاجازه بتاعتنا الشرعيه الحيض، فلازم تسابقي شويه. فهنعمله ايه؟ هنختمه ازاي؟ احنا زي ما اتفقنا قلنا ان المصحف 30 جزء القران، وكمان في كام حزب؟ في 60 حزب. فالحزب الواحد متقسم لاربع تربع. ربع حزب، نصف حزب، 3/4 حزب، حزب كامل. فكل حزب فيه علامة في المصحف هتبان عندك وانتي بتقري من مصحف عادي، لأننا في السنة بنقروا من المصحف، لكن في الفرض العشاء والفجر وكده ما ينفعش نقروا من المصحف. تمام. فهتقري من المصحف عادي، هتقري كل ركعة ربع حزب. يعني كل ركعتين هنقروهم هناخدوا نص حزب، فهنخلصوا ال8 ركعات بجزء كامل بحزبين. تمام كده. فهنكونوا على ال8 ركعات خلصنا جزء كامل. بعد كده بتصلي الشفع، وفي ال10 الأواخر بتخلي الوتر معاكي لما تصلي التهجد، يا إما بتصلي قيام الليل كمان ربنا يزيدكم في الطاعات. بتخلي الوتر، يعني كنا في المسجد بنصلوا مع بعضينا عادي، ولما الشيخ يكمل آخر ركعة في الوتر بنسيبوها نصلوا بيها قيام الليل في البيت. تمام كده. ده بالنسبة للتراويح. وهتلاقي نفسك ختمتي بإذن الله بأمر الله على يوم 27، لأن في أجزاء من المصحف بتبقى القراية فيها سهلة وسريعة، اللي هي بيبقى فيها القصص والحاجات دي، فبتبقى سهلة في القراية وبتقري بسرعة. وبتختمي، يعني بتاخدي أكتر من جزء، يعني ممكن تاخدي جزئين أو حاجة، وتعملي حساب الأجازة الشرعية اللي هي الحيض بتاعتنا، ان احنا نسابقه شويه عشان يبقى ايه عندنا ايه وقت. تمام. نيجوا بقى باذن الله بامر الله للتهجد. طب التهجد هنعمله فيه ايه يا اما؟ التهجد ممكن تبدأي فيه مش شرط العشر الليالي الاخرى، لا، ممكن تبدأي فيه من الليله ال18، من الليله ال17، عشان تقدري تلحقي تختمي. فاحنا بنعمله ايه بقى؟ بنختمه 3 اجزاء في الليله الواحده في التهجد. بتبدأي بقى على الساعه 12 كده عشان تلحقي تعملي سحورك وحاجتك، تاخدي ساعتين كده تصلي التهجد فيهم، وتعملي ركنه كده في بيتك كده مخصصه ليكي. بتبقى الروحانيات عاليه جدا، والطاعات ربنا يتقبل مننا يا رب العالمين. هتعملي بقى برضو ايه؟ طبعا احنا زي ما قلنا المصحف القرآن 30 جزء بكام؟ ب60 حزب. احنا بقى عايزين نختموه في 10 ايام او انت لو القرايه بتاعتك على القد، يعني هتبداي بدري شويه زي ما انا قلت لكم. هنعمله ايه بقى يا اما؟ هنخلوا ان احنا نقروا 3 اجزاء في اليوم في الليله. صعب عليا ابتدي بدري شويه، فهخليها جزئين، يعني ابتدي من الليله ال15، فهكون على اخر رمضان باذن الله لحقت اخلص الختمه بتاعتي، يبقى ليا ختمه في التراويح وليا ختمه في التهجد. طب انا هعملهم ازاي؟ هنقروا في الركعه الواحده
تلات أجزاء من الحزب، يعني ربع حزب، نصف حزب، تلات أرباع حزب، وتعلمي بالشريط اللي هي بتاعت المصحف. مش يعني في الأول خالص هيبقى صعب عليكي، بس لما تاخدي على كده هيبقى سهل جدا. أو ممكن تتني الورقة بسيطة كده، أو تعملي علامة بقلم رصاص، حاجة بسيطة عشان تعلمي إن دي ركعة أولى ركعة تانية، ركعة أولى ركعة تانية. فهتعملي في تلات تربع حزب في الركعة الواحدة، ربع حزب، نصف حزب، تلات ارباع حزب، ده في الركعة الواحدة. هتلاقي نفسك خلصتي 6 أحزاب فين؟ في الركعتين. فهتخلصي 3 أجزاء بإذن الله، بأمر الله، في ال8 ركعات بتوع التهجد بإذن الله. وفي الآخر بتوتري بركعة واحدة وتر. تمام. وبالنسبة للتراويح، من السنة برضو عن سيدنا النبي ان كان بيصلي الشفع بركعتين اللي هم سورة الأعلى والكافرون. تمام. واحدة واحدة مع بعضينا، وبإذن الله بأمر الله ربنا يتقبل مننا جميعا صالح الأعمال يا رب. ودي نفحات يا جماعة، يعني ربنا بيبقى ايه، يعني بقول لأولادي ايه، بتبقى اوكازيون كده، يعني على قد ما تقدري خدي بقى واكسبي بقى. يعني هو ده فعلا التجهيزات دي، هي التجهيزات دي يعني للصلاة وللعبادة، وان انت هتعملي ايه مع ربنا. ودايما دايما ربنا بيحبنا، عشان كده عايزنا نبقوا اعلى في الدرجات، واعلى في الحسنات، واعلى في كل حاجه. يعني المؤمن ما شاء الله تبارك الله، انت يعني بتروحي لربنا خطوه، ربنا بيجي لك خطوتين 3 4. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقوله مع بعض البقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا. وتصلي الفجر بعد كده. هتحضري السحور بتاعك، بعد كده تصلي الفجر، وبعد كده تقعدي لوحدك كده تصلي جماعة مع زوجك، لو هو بينزل المسجد يرجع يصلي معاكي تاني، أو مع حد من أبنائك، يعني تصلي في جماعة. وبعد كده تقعدي في نفس المكان المصلى بتاعك، تذكري الله وتقري الورد بتاعك لحد ما تطلع الشمس والشروق. على 6 ل5 كده بتسيبي تلت ساعة بعد الشروق ما بيحصل، وبتروحي مصلية الضحى 8 ركعات، 2 مثنى مثنى مثنى. وربنا يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. سامحوني لو فاتني حاجة، واكتبوا لي في التعليقات لو فاتني حاجة. وبرضو لو في أخت تكتب كل الكلام اللي حصل في الفيديو، أو تشرح ازاي نصلوا التراويح وازاي نصلوا التهجد. جزاكم الله خيرا، اللهم تقبل، اللهم اجعله شاهد لنا. شيروا الفيديو، شاركوه مع أخواتكم، الكل يستفاد وناخدوا دعوة حلوة. اللهم اجعله شاهد لنا يا رب العالمين. ودايما دايما رمضان عبادة، رمضان عبادة. ما تقعدوش على النت كتير في رمضان، بيسرق الوقت. مجرد تاخدي معلومتك، تاخدي اي حاجة انت محتاجاها ضروري ضروري ضروري، وتقفلي على طول. بحبكم في الله، اختكم أمة الله رضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.